السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة غير عادية. لو ليك في الكورة فأنت النهاردة على موعد مع أكتر ناس وأحرف ناس بتلعب كورة. لو ليك في المشاكل فأنت مع أكتر ناس عملت مشاكل في الكورة. لو ليك في الخناقات فأنت مع أكتر ناس بتتخانق في الكورة. لو ليك في الطيبة والجدعنة فأنت مع موعد النهاردة مع أطيب وأجدع خلق الله. النهاردة معادنا مع الكابتن محمد فكري والكابتن وليد الفايق والكابتن هيثم الفايق. اهلا بك يا كابتن محمد. مرحبا يا استاذ عبد الله. ونورتني انت وكباتننا الكبار الكابتن وليد والكابتن هيثم الفايق اللي مشرفني اللي انا طالبه بالاسم. يمكن الحلقه دي النهارده يا جماعه يعني كل سنه وانتم طيبين من قبل رمضان باسبوعين، وانا باجل الحلقه عشان الكابتن هيثم بيتكبر عليا وبيتنك عليا وبيقول لي انا ما بحبش اطلع كده بدون ميعاد، لازم تنسق معايا وتكلم وكيل اعمالي وبتاع. اللي واجب 50,000 ليه؟ ابو تريكه؟ لا يا عم مش ابو تريكه. البرنامج انا ما اظهرش على اي شاشه الا لما يكون واحد. بس يا كابتن هيثم يعني انا جاي لك بواسطه الكابتن وليد الفايق والكابتن محمد فكري، يبقى خلاص ايه الحل؟ الحل يعني خلاص يا ابني، يعني عشان خاطر عبد الله حبيبي يا كابتن هيثم، وانت بصراحه من المهارات اللي ما اتكررتش ومش هتتكرر. يمكن اجيال كتيره يا كابتن وليد ما تعرفش بالجيل بتاعكم، وانا كنت محظوظ بصراحه ان انا كنت في يوم من الايام كنت حارس مرمى لمدافع ما اتكررش تاني برضو زيك، وكنت بلعب برضو مع الكابتن محمد فكري. عشان كده في اسئله كتير عايز اسالها وعايز افهمها. اهم سؤال، انتوا بطلتوا كوره ليه؟ احنا ما بطلناش كوره يا استاذ عبد الله، برضك احنا يعتبر برضك عشان الشغل، ومعلش كل واحد بقى رب اسره، في اكل عيش، في حاجه بقت ابدا من حاجه. وبرضك احنا ما بطلناش كوره، احنا برضك بنلعب كوره لينا ساعتين كل اسبوع كده، بنجري شويه برضك عشان نبقى محافظين على نفسنا شويه. ده الكلام ده معلش الكلام ده في اخر شهرين ثلاثه، لكن انتوا فضلتوا، خلي بالك انا متابع وعارف مين بيلعب كوره ومين بيأجر ساعات ومين ما بيأجرش ساعات. يمكن انتوا قعدتوا ما لا يقل عن 3-4 سنين ما بتهوبوش ناحيه النادي. فعلا هم 3 سنين بس كنا بلاي ستيشن بس. صح كده؟ صح يا كابتن وليد، انت مالكش في البلاي ستيشن. عند الكابتن محمد جمال، عند جده، عند الكابتن محمد جمال. الكابتن محمد جمال على فكره طالع معانا، بس هو مش طالع في الكادر عشان هو يعني ايه ما بيفتح اليومين دول. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الجوازه كده تبوظ. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. طيب كابتن وليد، ناس كتير ما حضرتكش في الملعب من الجيل الجديد والجيل دلوقتي مواليد الالفينات والكلام ده كله ما حضرتش، ولكن اللي ما يعرفش الكابتن وليد بالذات ان هو مدفعجي من الدرجه الاولى. امه داعيه عليه اللي الكره هتيجي فيه، ممكن يشوط لك كره من عند بيتهم وتخش جون عادي، ما عندوش مشكله. شويت من الدرجه الاولى وبدقه عاليه جدا جدا جدا. اللي ما حضرش مدافع زي الكابتن وليد الفايق ما حضرش مدافعين. الكابتن وليد الفايق بيكمل مسيره مدافعين عظام زي الكابتن طارق نصر، زي الكابتن ياسر يونس. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. انا عندي جون والله ما قادر انساه، الكره الرمضانيه. تمام، دي الجون الوحيد اللي في ذكريات ما انساهوش ابدا. طب احكي لي عنه. تلتين الجون لمحمد فكري. يعني هو اللي تقصد اللي عمل لك الاسيست؟ طب احكي لي تفاصيله، يعني ليه الجون ده بالذات انت فاكره؟ انت جبت اهداف كتير. كرة محمد انا كنت اخر واحد. تمام. ومحمد متطرف بالكوره وبعيد. هو ما ناديتش عليه، هو شافني بالاحساس. هو شافني هاجري، هو عارف هو حاطط له الكوره هعمل ايه وهتصرف انا ازاي برضه. طب هو رجعها لك لورا، اسيست لورا، وانت قابلت شايط على طول. الشوطه اللي هي ما يعلم بقى الا ربنا اللي انا عارفها دي. مقطعه شكري الصراحه والله. محمد شكري لحد دلوقتي بيحلف بالجول دي برضه كل ما يقابلنا او يقابل وليد الله يسامحه. لان الواد ده اتقطع في الماتش ده بامانه. كان ماتش في الدوره الرمضانيه، كان احلى ماتش. ليه؟ بنلعب كوره فاهمين بعض من غير ما نبص على بعض، الكوره بتتلعب للي جاي، عارف مين اللي جاي، وليد، هيثم، محمد جمال، احمد عبيده. احنا كده طبعنا في لعب الكوره، مش شرط ان انا ابص، عارف ان الاتجاه ده جاي اتجاه واحد مننا اكيد الكوره رايحه، عارفه ان الكوره رايحه اتجاه الجول. يمكن اهم ما يميز الجيل بتاعكم ان انتوا كنتوا بتلعبوا مع بعض، يمكن انتوا مرتبطين ببعض جدا. اكيد صحوبيه واخويه من 37 سنه من قبل الكوره كمان 37 سنه. احنا كنا ال 24 ساعه من قبل النادي ده ما يتعمل بلاط كنا مع بعض. ده هو اللي بعدنا كمان عن بعض، ده الجواز والعيال وكل واحد اتلهى برضه. هي زي ما محمد
الحياه برضه هي دي. احنا ما كناش بنتنقل من النادي ال 24 ساعه. انا كنت اروح الظهر اروح العصر الاقيكم بصراحه يجي يلعب. بس الشهاده لله يا كابتن وليد انتوا كنتوا واخدينها بالدراع. عندك حق. يعني انا مثلا اروح انا وكيتو لا ما كناش واخدينها. هقول لا واخدينها بالدراع ما على يد. انا ياما اتدربت يا كابتن وليد كوره ويلعب وهاب كوره ويلعب. هو النادي كان كده زمان. الله يرحمه. هو النادي أني الجوهرة أم سماح يا بشر. أنا أم سماح يا بشر. أنا عايزة الكراسي ترقص. النادي زمان ما كانش بيتأجر زي ما انت بتقول. بس ما كانش بيتأجر لا. احنا كنا بنروح مثلا اللي موجود بيلعب. انت بقى جاي حد جاي عليك اللي بيحط الكورة اول واحد يحط الكورة في الملعب بقى بتاعه. هي كانت كده اجباري. في ناس اكبر مننا حط الكوره من الناس بتيجي بنلاقي مثلا ايام محمد ربيع وهيثم استاذ هيثم عبد الرحمن خليل ومحمد سلامه جبر وهيثم استاذ مستر هيثم عيد. الجماعه دول كانوا يعتبر الجيل اللي قبل مننا. كان بيجوا مثلا يلعبوا في مكان ان احنا نلعب في مفيش خلاص هي ضربت معانا ان احنا نغلس عليهم طالما مش هنلعب. طب انت بتبرر يعني يعني انت كشرت مجرد انا سالتك على الكوره بس فما بالك في اللعب. انا ما بقتش خاف زي الاول. انا بقيت بخاف اكتر. زمان في الوقت اللي انتوا كنتوا موجودين فيه وانا كان ليا الشرف ان انا كنت موجود في الوقت ده برضه كنت بلعب فيه ولحقتكم. انتوا كنتوا واخدينها مش عايز اقول فتوانه ولا ما كنتوش بتقبلوا ان حد يعملها عليكم فتوانه فكنتوا بتقابلوا كل حاجه بالدراع. انا بابا يلا. ما كناش بنقبل اي حد يفرضها علينا سيطره. لا طالما حطينا في الملعب نلعب. انت جاي عايز تلعب العب لكن تطلعني بره الملعب لا. تخليني اشيل الكوره واخرج لا. ولا شايف حد في مصر كلها قدامي. ده انا ابن بيت. انت اكبر مني هحترمك بس انت ما احترمتنيش في اللعب. اروح جاي خارج بره ابسط حاجه. الله يرحمك يا عم عمر ويسامحك. الله يرحمك ويسامحك. اللهم قوي ايمانك. كان خلاص انت مش هتلاعبنا يا محمد ربيع او محمد سلامه او الجيل اللي قبلنا ده. حاجه بسيطه قوي. بره الملعب ازاز كتير. تمام. ازازتين واحده في الوينج ده وواحده في الوينج ده وواحده في النص. اول ازازه تنزل في الملعب كله بيجري جنب السور. تمام. خلاص الفرقتين اللي كانوا بيلعبوا خلاص مش هيلعبوا تاني. هم يخرجوا من الملعب احنا نخش الملعب نلم الازاز ونلعب ونعمل حسابنا في دبوسين 3 جنب السور. دبوسين عشان نطلع الازاز اللي بيخش في رجلنا. احنا بنعمله لازم ننوبك من الحب جانب. يا ابن اللعيبه يا فاجر. يعني انت دلوقتي مثلا بتلعب فالازاز بيخش في رجلك. ما بتروحش. ما بروح ليه؟ انا جاي العب. تخرج الازاز من رجلك بالدبوس وتلعب وكمل لعب. الله يرحمه عم عمر ابو دومه هو اللي كان مدينا الفرصه ديت. ليه؟ عشان مش عارف اللي احنا فتوات ولا ان احنا لا عشان هو فاهمنا عارف ان احنا على حق. ما بنعملش مشكله الا لما يكون 90% احنا على حق منها. الله يستاذنك يا استاذ عبد الله الفاتحه الروح عم عمر وارواح المسلمين جميعا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. النادي رجع يتأجر واحنا كنا علينا ساعه هنلعبها. مش عارف ايه اللي حصل في الساعه دي. المهم ربنا الكره اتطوحت باين ما لعبناش. تمام. فالمهم زهقنا وكده. المهم عمك عمر جاي المفروض راجل نادي حكومه وبيتاجر ومش عارف كان خرب الدنيا لو اي حد ماشي. احنا مركز شباب. خرجنا خرجنا عندنا فين في البيت كان احترام بره. المهم عبد الله الساعه بتاعته جاي بالفرقه بتاعته جاي والكوره وهيلعب. يجي لقى النادي مقفول. عم عمر قاعد في النادي الثاني في قدام البوابه كده فيروح له الرجاله قاعده هنا كده في البركه هم اللي بيأجروا النادي محمد فكري وهيثم وليد. والله تلاقي العيال جايين لنا لابسين وجايين ونبع عم وليد عايزين نلعب ونبع عم محمد عايزين نلعب. نلعب ايه يا جدعان؟ ما تروحوا العبوا يا ابني احنا مالنا. لا يا عم عمر رحنا له وقلنا نروح استاذنه. والله طبعا تحياتنا لكل الاسامي اللي بتتقال سواء كل اللاعبين او كل رؤساء مجالس الادارات او اعضاء مجلس الاداره او مركز الشباب سواء السابقين او الحاليين. كل الناس على دماغنا وكل الناس على راسنا ومع حفظ الالقاب للجميع واحنا بنذكرهم بس كذكريات جميله. احنا بنفتخر ان احنا بنذكر الايام دي كلها. الكابتن محمد فكري كابتن وليد الفايق الكابتن هيثم الفايق كانوا لعيبه كبار لفتره طويله جدا جدا لدرجه ان هم اصبحوا بصمه وعلامه فارقه في تاريخ مركز الشباب النادي الخماسي. الكره الخماسيه تحس ان هي اتنشأت باسم ناس معينه على راسهم الكابتن محمد فكري والكابتن وليد والكابتن هيثم. يمكن انا ليا اسال عنك يا كابتن هيثم بالذات
لان حضرتك يعني مع احترامي للجميع الكابتن هيثم كان اكثركم مهاره. حريف كان باراكوتا، اخف واحد فينا دي باراكوتا بتاع الاهلي. يعني كان انتوا بسم الله ما شاء الله تتميزوا بالقوه الجامده، ولكن الكابتن هيثم كان بيتميز بالمهاره الجامده قوي. فين السؤال؟ فين السؤال؟ انا احط ايدي على السؤال تلاقيني فريره. في يا كابتن هيثم انا فاكر في مره كنت انا بلعب معاك في الدار الرمضانيه، تمام؟ كنت انا وانت والكابتن كيتو والكابتن محمد شحات عرعر والكابتن خالد شحاته والكابتن محمد تمام والكابتن محمد علي، وانت عرفت طلاق علي. عملت ايه بقى؟ هات البتاع ده. الحاجة ده معايا. اتكلم زي ما انت عايز تقول بقى. كنا في ماتش مهم فعلا واحنا فايزين فزنا اول ماتش في المجموعات، في دور المجموعات لسه. تمام. المجموعه بتاعتنا فزنا اول ماتش وثاني ماتش والماتش الثالث هنقابل فرقه كده طالعه. تمام. المهم احنا غالبينهم مش عارف 3-0 ولا 4-0، احنا فرقه حلوه برضو، كنا لامين فرقه حلوه وبنفهمين بعض برضو. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. المهم خالد ومحمد علي عمال راحوا في العروق كده وعمالين يباصوا دي باص للكوره دي. حسيت ان انا العيال ما بتلعبش بجد، بيستهزئوا محمد بقى وهات مستهترين وعاملين باصي مفيش مباصيه. انت كنت واقفين اقول عبد الله. ايوه انا اللي كنت الجون بتاعكم لقيتني مره واحده كنت لسه متجوز جديد، لقيتني مره واحده عليا الطلاق ما تلعبوا الماتش الجاي، والماتش الجاي مهم لازم. انت فرحان؟ يعني عليها الطلاق بنت انت اتخضيت. هو بدون قطع كلامه، هو احنا كنا في وقتها كنا احنا حامل اللقب. لان كان ساعتها كان معانا الكابتن ادري، كان عنصر الخبره الاكبر موجود معانا في الفريق. تمام. فجينا السنه اللي بعدها بعض الناس موجودين معانا في الفرقه راحوا الجيش، نفسيتهم علت شويه، فبدا يلعب بقى بنوع من انواع التعالي. تمام. وكلهم برضه اخواتنا وحبايبنا. فالكابتن هيثم طبعا كان متجوز جديد، فطبعا لازم يحلف بالطلاق. هو تحس ان هو اتجوز عشان يحلف بالطلاق مش عشان حاجه ثانيه. ومره انا هم ضايقوني عشان مش قادرين يلعبوا، ما بيلعبوش يا محمد عادي يعني، بقوا يهزروا يعني. لقيت مره واحده قلت لهم طب على الطلاق ما هتلعبوها، ما هتلمسوا الكوره دي الماتش الجاي، والماتش الجاي ده ماتش مهم، ويجي الماتش الجاي يا عم الحاج مفيش الا انا وكيتو، قادر مش عارف فين النصيبه، ومفيش الا انا وكيتو وعبد الله. مش عارف عبد الله حتى ما جاش ولا كان. لا انا كنت موجود. انا كنت موجود بس هو انا وكيتو وعبد الله وادري. عبد الله كان حيران بنات. عبد الله يجي يا عم هيثم، قلت له عبد الله انا حالب بالطلاق. هنلعب ازاي يا بني ادم؟ احنا دلوقتي محمد علي في الجيش ماشي، حلفانك ماشي، طب وخالد؟ انا قلت انت مش مظبوط يا راجل. بس ليه برضه جيلي هنلعب ازاي؟ احنا هنلعب ازاي دلوقتي؟ انا مشكله. طب انا حتى لو نفذت كلام هيثم هنلعب ازاي؟ وخالد مش هيلعب، طب احنا هنلعب ازاي؟ هنتغلب وهنلعب قصاد يا ريت حتى مثلا ده وفريق وماتش مهم ولعبت والله ولعبنا. ده بانه هيبقى مرار طافح. حمدت ربنا ان خالد رضي ان هو ما يلعبش. قلت ما لعبش. قلت ده وده كان كرم اخلاق بصراحه من الكابتن خالد شحاته اللي انا بحييه دلوقتي وبقول له خالد بامانه من الناس المحترمه وعضو مجلس اداره محترم حاليا، وبقول له كل سنه وانت طيب وما تزعلش من الكابتن هيثم، يمكن دي فرصه ان الكابتن هيثم يكفر عن سيئاته معاك. لا بس لعبنا ماتش كان موت يعني لو كان معانا كنا فزنا كتير بامانه الله. انت فاكر اتحلت ازاي ولا ما اتحلتش؟ يعني هو لو كان نزل كنا شايلنا دي كتير، امال هو ما لعبش واحنا ما كناش بنلعب وانا مصمم وهموت انا نفس ساعتها احنا اتصلنا بالكابتن حضري، انا حضري تعالى وعبد الله يخش عشان تقف جول وانا هخش العب جوه. انا تعبت بعد اول دقيقه ونص والله العظيم، يعني انا دقيقه ونص حسيت ان عينيا باظت وخرجت من بره مش قادر اجري. انا قد عبد الله انفراد، عبد الله ما واخد جوه، هو بيقف جوه مالوش في الانفرادات. المشكله ان هيثم بيديني انفراد من نص الملعب، فانا مطلوب مني ناخد الكوره واجري بقى لحد الجول الثاني واجيبها. طب انا ما فيش مش قادر، يعني الكوره انفراد بس انا مش قادر اجري بيها. انا بضرب له العيال كلها فعلا وبروح ناقل له الكوره خلاص هو الجون، بس انت بس خدها انت منه بس خدها وامشي وروح. هو مش هيمشي الخطوتين دول. عبد الله كان بيجي مربط ركبه بايديه عشان الرمي. هو مش قادر ياخد بعضه ويجري يروح فعلا للجول كذا انفراد مش قادر والله العظيم. ومعانا طبعا الكابتن عرعر طلع عينه في الماتش، الكابتن محمد شحات عرعر برضه بحييه بقول له كل سنه وانت طيب. ومعايا وكيتو ساعتها كان لسه خاطب جديد، لسه اول زياره لخطيبته وطبعا مش معقول هيعتذر، فطبعا كان يوم ما يعلم بالله ربنا. وكابتن هيثم كل اللي عليه انه عايز ينفذ حلفانه بتاع الطلاق. الحمد لله. وبعد كده لعبوا زي الصواريخ، مفيش بقى هات وخد ومش عارف العب. علي النعمه انت بتتكلم صح. بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح.
لحد ما طلعنا نهائي قصاد الرجاله بتاعت بلال عبيده ورامي فكري ودبش نصار ياكلوه العرب ياكلوها لحد ما طلعوا نهائي. يا رجاله صلوا على النبي كده واهدوا. عندي والله في البيت قبل الماتش احنا اخوات وكده كده ايه، ما اهم حاجه احنا طلعنا على النهائي وضربنا الفرقه دي كلها واحنا طلعنا على النهائي. نلعب بقى لعب نضيف والهق في الدريبل، وانا مطرود الماتش اللي فات ما ينفعش العب الماتش النهائي وريدج من عندكم يعني عايزين نلعب عشان ابهاتنا جايه تتفرج والحكايه والروايه. ضحكت عليهم وسنكتهم لحد ما وافقوا ان انا ايه، ان انا العب الماتش وانا مطرود وقادري مطرود المفروض ما العبش. وافقوا ان احنا نلعب النهائي لعبنا النهائي. الشوط الاولاني 0-0، الشوط الثاني لانهم هيكلموا بجد. قلنا لهم خدوا بقى تك 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 يلا. ضحكتوا علينا وما ضحكتوش علينا، ضحكت علينا والله العظيم انت نجم 100%. طب طلع السيادة رافينا عليه وعاد النبي نقبل السيادة. الماتش كان مهم وعبد الله كان بيلعب معانا دي والكرة كان محمود عبد الله الحنش ربنا يمسيه بالخير. هيثم برضه خلي بالك، ده هيثم لما اتجوز ما بقاش يعرف يلعب برضه. ايوه مش زي الاول. لا احنا كنا في النادي على طول. في النادي قبل ما نتجوز الكلام ده كانش حد هو كان لعيب وكنا بنعتمد عليه فرقه كلها بسم الله ما شاء الله يعني لعيبه ومفيش. احنا بنلعب يعتبر الكارت الربحان بتاعنا هيثم. بس ليه بقى هم عارفين ان انا قدام، هم اي حد محمد فكري هيبص له كوره غير ما يبص لمحمد جمال. هو عارف ان هيبص هيثم هيخلص، لو ما خلصش هيديها الوليد انفراد هيريح الوليد ورا محمد فكري ورا هيطير الجون. ما هو ده اللي بنسميه الانسجام ما بين اللاعبين. الله يبارك الانسجام بين اللاعبين. ممكن يبقى لعيب حريف جدا بس يجي في فرقه ثانيه ما يعرفش يلعب يعني مش متعود كتير غيري واجسامهم اكبر مني بس هم ليه بقى؟ هم عارفين ان ده واحنا بنلعب مع بعض يا استاذ عبد الله برضو. احنا نعتبر مجموعه اتعايشنا مع بعض كوره. اكيد انا فاكر بصراحه في ماتش انا كنت بلعب قصادكم، كنت انا واقف للكوره جول الكابتن نصار وانا جبت الكوره بايدي مرتين. محمود عبد الله بمناسبه الكوره بتاعت ايده ديت احنا كنا نعتبر قبل النهائي الدورة الرمضانيه كنا بنلعب قصاد ياسر يونس. ايوه انا كنت الجون قصاد عصام نشأت عبد الله نشأت. غلبت عصام نشأت باحمد ربيع. الفرقه الكبيره تعتبر بتاعت سنهره. انت بتلعب على الخماسي ده بتاعنا احنا بقى. احنا اللي بنلعب عليه. انا اعلمك تلعب ازاي بامانه. ايوه ولعبنا. انا الكوره اللي استغربت لها احنا بنلعب ماتش قبل نهائي. يعني انت خلاص هتغلب الماتش ده، انت في ايدك انك بتلعب. اصل معلش مش هتجيب ياسر هيجري قصاد مننا زي وليد زي هيثم زي عصام نشأت. احنا بنجري خفاف. تحياتنا لكل الاسامي اللي بتتقال. الناس دي كلها ناس لعيبه مفيش اي مشكله، ناس يعتبر هم اللي علمونا الكوره. كباتن طبعا. بس لعب الخماسي غير لعب الملعب الكبير. الملعب الكبير. احنا يعتبر خدنا دوره من عصام نشأت كابتن عصام نشأت قبل كده واتكتبت على السور وعملوا عليه ضمان. ومع اننا يعني الحمد لله محبه الناس كانت كتير لينا. اكيد كانت الفرقه الوحيده يعتبر اللي في الدوره يعتبر الكفر والبلد بيحاول فرقتنا. اكيد هو اعلى نسبه مشاهده لاي ماتش في الدوره الرمضانيه الماتش بتاع الكابتن وليد والكابتن محمد فكري. ده كان اعلى نسبه مشاهده حتى لو ماتش ملوش لازمه، حتى لو ماتش مش نهائي ولا دور 8 ولا اي حاجه. مجرد ان الماتش يتعرف ان هو ماتش الكابتن محمد فكري والكابتن وليد والكابتن هيثم كان لازم الناس تروح تتفرج عليه مخصوص، لان عارفه ان الماتش ده مش هيبقى ماتش عادي. اكيد في حاجه غير عاديه هتحصل في الماتش ده. عشان كده انا عايزك تحكي لي. صراحه كان بيحصل كوارث في اي ماتش. يمي خاف يعيد يمي. وعلى الرغم من كده الناس كانت بتحبكم جدا. سبحان الله، اكتر ناس تعمل مشاكل واكتر ناس محبوبه. حاجه غريبه جدا تستغرب لها. دايما اللي بيعمل مشاكل بيبقى مكروه. دايما اللعيب اللي بيعمل مشاكل بيبقى مكروه. سبحان الله، انتوا اكتر فريق بامانه، وانا بقول الكلام ده مش من ورا حد، انا بقوله قدامكم قدام الناس كلها. كان اكتر فريق بيعمل مشاكل هو فريق الكابتن محمد فكري والفريق الكابتن وليد، ولكن كانوا محبوبين جدا جدا اكتر من اي فريق. برافو عليك. بس ما بنحبش الظلم. احنا مش متعصبين للخناق، لا احنا متعصبين كوره وهم عارفين هو كده. سبحان الله بقى، مره بقى انتوا اللي بالغلط عندكم، مره الغلط عند التانيين. يا استاذ عبد الله بمناسبه الكوره اللي الاستاذ طارق احمد يونس لما غلطنا انا ووليد في الماتش ده، احنا كنا بنلعب في الدورة عادي وماتش يعتبر كان قبل النهائي دورنا 4. لا قبل النهائي. قبل النهائي كان قبل النهائي. كان فرقة احمد ربيع ومحمد جمعه ومحمد رزق، المجموعه بتاعتهم وفهد عبد الله. ايوه. فالمهم احنا بنلعب الاستاذ احمد فايز بعجر
قاعد بره الملعب، بره الملعب، فعامل رجله مربع رجله كده، الكوره خبطت في رجله. الاخ من الفرقه الثانيه خدوا الكوره، احنا وقفنا، الكوره جت في اللي بره، تلقائي انت هتقف. كان الاستاذ طارق نصر الله يديه الصحه كان هو اللي بيحكم. ايوه انا فاكر الماتش كنت انا موجود. فلا يا رب كان جايب حكم من نمول مش فاكر اسمه ايه كده برضو من سن عم طارق بيلعب معاهم كوره. فالمهم ايه، الكوره خبطت في رجل اللي بره والكابتن راح جابها جون، احنا واقفين مستغربين ان الكوره اوت ووقفنا. والتاني راح جاب الجون، خلاص صفر، لقيت بيصفر جون مين يا عم؟ احنا واقفين كلنا والكوره جايه في اللي بره، لدرجه بعجر ده نزل حلف بالطلاق ان الكوره جايه في رجلي. ايوه لا مفيش. طب ماشي يا عم، راح جاي مصفر ولا الجون. قلت لهم يا عم طارق انت حسبتها جون؟ من ضمن المشاكل بتاعتنا الناس بتحسبها مشاكل. ايوه المشاكل هي بتبقى حاجات زي كده بسبب حاجه زي كده وعشان احنا مكروهين هم كارهيننا. ده بيسيبوا مش مصدقين عليهم، احنا مش مصدقين عليهم. وما رحناش لاستاذ طارق، ده هم اللي راحوا، وده بيسيبوا بالدين، ده وقفوا الملعب ده وخلص لحد ما راح وليد ومحمد فكري، لقوا الرجاله دي قاعدين، لقوا استاذ ابراهيم نصران ربنا يمسيه بالخير ومش عارف ايه، وقاعدين اللي هم صحابات الماتش. المهم ايه، لا الكلام اتغير علينا، لا الكلام اللي دول قعدوا لقوا الكلام بتاع استاذ ابراهيم والجماعه دول بيسيبوا الدين. بتسيب الدين ليه يا محمد فكري؟ كان راح وليد الاول، رحت انا الاول. فالاستاذ طارق بيسال وليد مين اللي مش فاكر مين اللي جه خدني، اسامه الاستاذ اسامه او الاستاذ ممدوح معوض. هو دي اللي استضاف، قال لي تعالى الاستاذ طارق عاوزك. قلت له ليه يا عم؟ قال لي بس تعالى. رحت لقيت الرجاله كلها قاعده بقى والفرقه الثانيه كلها قاعده. المهم قعدت، وكان الله يرحمه عم عمر الله يرحمه ذكر، قال لي بيقول لي يا وليد عاملين مشاكل ليه؟ قلت له والله العظيم ده الدوره الوحيده يا استاذ طارق ان من ساعه ما دخلناها ما عملناش اي مشكله، مفيش اي مشاكل خالص. قال لي ازاي؟ قلت له والله زي الناس. قال لي امال ايه سبب الدين ان انا سامعه وبتاع؟ قلت له لا، مين اللي قال لك الكلام ده؟ قال لي كلهم بيقولوا. قلت له لا مين؟ قول لي مين وهم قاعدين وهم كلهم قاعدين. قال له رد يا استاذ ابراهيم. ايوه قال له اصل ما جاتش من اول الماتش مش عارف ايه، اصل انا ما جاتش. ايوه ما جاي تقول لي ليه بيسيب الدين؟ قال له ما جاي تقول لي ليه بتسيب الدين وبتاع. الكلام اتغير. الاستاذ طارق بقى الواد خد الكوره ومشي. المهم الاستاذ طارق قال لي طب بقول لك ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي طب ايه رايك لو سبتوا الماتش ده وهجيب لكم طقم فانيلات 100 احسن من اللي هيبقى. وكبروا دماغكم. قلت له لا احنا عاوزين النهائي ده. قال لي بس اسمع كلامي. ما رضيتش ارد عليه. المهم قال لي طب خلاص انت كده شكلك مش عاوز ترد. قال لما تاخد مين تشور مين؟ محمد فكري. فايه هات محمد وتعالى لي بكره. صح محمد؟ مش رحنا له تاني يوم. رحنا له خبطنا دخلنا استاذ طارق صراحه قال لنا خلاص روحوا هتلعبوا. مش حصل يا محمد؟ قال لك ربنا موجود. عاتبنا ان محمد رزق فرماوي خد الكوره من الملعب ومشي. بقول له ازاي يا محمد يا فكري انت وليد ان محمد رزق ياخدوا الكوره من بيتكم وياخدها ويمشي. قلنا له يا استاذ طارق عشان احنا لو عملنا مشاكل هيقولوا ان احنا بنتخانق وبنعمل مشاكل. احنا من غير ما نعمل حاجه جم قالوا لك ان احنا بنعمل مشاكل وان احنا بنسيب الدين والكلام ده كله. والله العظيم ما حصلش فعلا يا استاذ عبد الله. الدوره دي الوحيده اللي قبل ما نلعب اول ماتش اتجمعنا كلنا يا جدعان مش عايزين نعمل هيصه وزنبليطه، مش عايزين نعمل وش، مش عايزين نعمل مشاكل. اتغلبنا مش وحتى الهيصه لبعضنا في الماتش مش عايزين نهيص لبعضنا. يعني هي الدوره الوحيده اللي بقينا نحرج على بعضنا ان احنا ما نعملش وش وما نعملش مشاكل. لحد ما جت المشكله دي اتارهم ما راحين، يعني هم عارفين بقى ان دول قلات الادب ومش عارف ايه. مصورين له استاذ طارق اللي الدنيا دول خاربينها. مبروك علينا الاعدام يا رجاله، مبروك علينا الاعدام. طيب هي الدوره دي عموما انتوا ما خدتوهاش؟ لا بسبب ما انا كنت قصادكم في اللي انا كنت في نفس الدوره، كنت انا بقف للكابتن نصار والكابتن ياسر يونس. انتوا ما خدتوهاش بسبب ان هيثم خد كارت احمر. وكان كارت احمر غريب جدا. احنا دلوقتي مش متخيل انا عملت ليه كده. الكوره انا فاكرها الكوره دي محمد فكري، كابتن محمد فكري عملها له ثرو باص عالي، طوليه اماميه عاليه. المفروض ان هيثم هيستلمها على الصدر ويجي عليها انفراد. انا لقيت هيثم بشكل غريب جدا راح جاي ماسك الكوره بايده. ايوه والله. وبعدين الحكم راح جاي مديله كارت احمر لانه كان معاه انذار من قبلها. راح مديله كارت احمر. تمام. عبد الله بعد ما قال لي احنا خدنا الماتش خلاص. ما خلاص لسه 0-0. هيثم هو فعلا انا دايما كنت اكتر لعيبه قلق منه هو فعلا اللعيب المهاري.
ليه؟ لان ما اعرفش تفكيره في ايه. الكابتن وليد هو عارف ان وليد هيشوط. انا عارف وليد هو شويط مدفعجي مهما كان بقلق منه، بس برضه مش زي المهاري. انما هيثم ممكن ينوع، ممكن يحطها بسن رجله صاروخ، وفي نفس الوقت ممكن يركنها بحنيه، ممكن يهز اللي بيلعب جون ينيمه ويحط الكره جون. ده كانت طبيعه هيثم، فكنت بقلق من كان يحب يعملها قوي. وكان هو على فكره اللي احرز هدف الماتش ساعتها. تعرف يا استاذ عبد الله ان انا اللي معلم احمد ابو الهول وقف الجون، الجوان اللي كنت بدخلها فيه اقسم بالله كنت بشكل على الجوان قصاده واقول له ايه خلي بالك عشان ممكن يقابلك، ممكن يقابلك ولا ساب الكلمتين دول يضربك. عشان لا ممكن يقابلك يضربك والله حبيبي والله. احمد عايز ممكن يقابلك يضربك والله. يكون في ماتش يا محمد واحنا بنلعب ساعتين كده قبل الدوره، اقول له ايه اتفرج على الجوان اللي دخلها فيك عشان تتعلم بعد كده ما حدش يعملها فيك. يقول له اول نادي هيثم ابص الاقي كعب احطها فيه. اخلي هو اصلا لو انت اديته فرصه اصلا، لو لعيب يعني مش مهاري وكده قصاده ممكن يفرتكه، ممكن يبطله كوره يخش عليه زي حماده جمعه. دي برضو ده عبد الله مش عارف لحقه ولا ما لحقوش. ايوه يا باشا حماده ده لو ما خدتش بالك وانت جاي من فيلد بو كده ممكن ياكلك يموتك ما خلاش تحكي تاني. وعبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن فانت لاعب مهاري ممكن تاكل. حماده ده كنت بخليه والله العظيم يجري وهو الجون كله على بعضه جراه، بس كنت اخليه يلزق في العارضه، يعني يحضن العارضه يمسكها وانا بعيد اصلا عنه، يبص لي كده بعينه والله وهو قاعد يلاقيني بعيد اصلا، انا لميته في اخر الدنيا وهو بيحضن العارضه وواقف يخبط العارضه برجوله وبدماغه ويخبط بدماغه. هو كان بيتعصب واحمد ربيع شاف شويه اجوان مني برضك ما يعني الناس دي كلها تقابلك تضربك والله العظيم. والله العظيم الناس دي انا مش مسؤول عن اي كلمه بيقولها الكابتن هيثم. انا مش مسؤول عن اي كلمه بيقولها الكابتن هيثم، انا مسؤول عن كلام الكابتن محمد فكري والكابتن وليد الفقي. كلام الكابتن هيثم مش مسؤول عنه. نلتقي بعد الفاصل. كان في ماتش بقى ايه بيننا وبين الاستاذ احمد ربيع حجاج. تمام. راجل محترم رئيس مجلس الاداره الحالي، وانا مش مسؤول عن كلام الكابتن هيثم. لا يا كابتن احمد يا ربيع، يا كابتن احمد ربيع يا ابو مازن، انا مش مسؤول عن كلام الكابتن هيثم. مازن راجل محترم. لا راجل محترم، هو هيشهد بالموضوع ده يعني. طب قول. المهم ايه نرفزت بقى لعيبه وانت عارف بقى اللعيبه ومش عارف ايه، فهو كان يعني انا واقف بلعب عليه هجوم فهو مقلق مني جامد عشان عارف ان اي كوره هحطها جون. فهو عمال ايه يجي جنبي كده وراح جاي ايه مش عارف ايه وراح جاي زي نقول له ايه طب مش عارف ايه هطردك مش عارف ايه خلي حاجه مطردك. كان برضك استاذ محمود عبد الله هو اللي بيحكم. المهم مش عارف حصل ايه وراح جاي ايه خبطني بالرجل. المهم جيت رحت حاطط فيه جون، بس جون يعني يتدرس. تمام. المهم الماتش خلص لقيت البجويات كلها عارف البجويات كلها جايين النادي جايين يموتوا هيثم ده. والله العظيم في رمضان مين اللي جاي في وسطهم على عماه وده جاي طفش بخ جاي يضرب الكابتن احمد رشوان. احنا اللي معلمينه الكوره احمد رشوان دي في المدرسه. انت اللي معلمه الكوره؟ ده حقيقي. الكابتن احمد رشوان انا معاك فيها يعني دي حقيقه. يا كابتن احمد رشوان الكابتن هيثم هو اللي معلمك الكوره. هو اللي بيقول مش معلمه الكوره ان هو كان لعيب واحنا لا ده قلب بيه كوره يعني هو مفيش خالص كان ميح خالص مفيش نهائي يعني الكابتن احمد رشوان كان ميح في الكوره خالص. ان في الدوره اول دوره له معانا اول ماتش يعمل معانا جاب فينا جونين. شوف لدرجه حقيقه بقول له ليه يا احمد كده يقول لي ما كده جاي. ايوه عشان حس وصد كده جاي المدرسه ده مدرسه لا كان نهائي الدرس ما اتعملش يا باشا. اتفرجت على النهائي ده جمعوا فين؟ خلص ضربات جزاء. خلص ضربات جزاء وكان بيوقفوا جون الكابتن عبد الهادي الفايق. جمعوا فين يا استاذ عبد الله؟ جمعوا في البركه تحت. بص البركه ديت مليانه بني ادمين جايه مين هتموت هيثم ده. المهم احمد رشوان معاهم. راح فين اللي كل شويه اطير وعامل لي فيها خفاش؟ لا يكون فاكرني الدكتور سنان. لا ده انا خرابها في مصر. فبيقول لاحمد ربيع ايه هو هيثم مين اللي انتوا جايين تتخانقوا معاه؟ انا ماشي معاكم من عند الكوبري لحد هنا وجايين احمد ربيع بيتخانق الدنيا كلها اتقلبت كتير يا محمد كتير فعلا. هيثم مين اللي احنا رايحين له نتخانق معاه؟ قال له هيثم الفايق مش عارف ايه. هيثم اللي بيلعب مع وليد محمد فكري. يلا اقعد اقرا انت وهو ولا حد يتخانق معاه. عمل لك ايه يا احمد ربيع؟ خلاني بعد الماتش ومش عارف بس هي القصه كلها اللي احمد ربيع الماتش خلص وجي جاري عليا بيشتم يعني الاربع تجناب اتقفلوا عليه بتوع الملعب. هي دي دبش وبلال وعبيده دي كانت يعتبر نفس اللقطه اللي هيثم حكاها حصلت مع عمرو عواد خضر. الحوار دوت بامانه انا يعتبر انا زي وليد وكلنا واحد. حضرت انا المواقف ده طبعا وتحياتي للكابتن عمرو ديت. الكوره دي بامانه انا استغربت ليها.
عمرو دخل غشيمه جدا بامانه على وليد، رفع 2 متر يا عبد الله ونزل على الارض. انت بتلعب على بلاط، حسيت ان العظم دق في البلاط. شفتها بصراحه. وليد بصراحه ولا اتكلم ولا قال امك ولا ابوك ولا قال اي حاجه. وليد راح جاي قايم مديله بالرجل. لا الكرة اتلعبت فاول عادي ما فيش اي حاجه. الدخله اللي بعدها وليد مع عمرو ردوا له نفس الخبطه، بس مش هتعتبر نفس الخبطه، لا هي كانت خبطه عمرو اشد على وليد. راح جاي وليد طبعا انا خلاص انت خبطتني واتحسبت فاول، بس انا ما خدتش حقي، هديك واحده زيها قريبه منها. راح جاي مديها. كابتن محمد انا كنت موجود في الملعب. ايوه في الموقف ده ماشي. الكابتن عمرو دخل على وليد قطم جزر. حلو ماشي. راح جاي وليد وقايم واخد حقه في ثواني. انا شفت الموقف ده وكنت موجود. راح انت استنى بس انا مش كنت مسافر وجاي والله. لا ايوه انا ما كنتش مسافر وجاي. اقول لك انا مش رابط الفيل بره يا عم وليد. ما هو خبطه جامده على ظهري بقى. انا غيبتي دقيقه. ايوه حسيت ان انا فقدت الوعي. انت خدت حقك في ساعتها. انا قمت في ثواني. بالظبط قمت في ثواني وجريت وراه ضربته. ايوه والله ينور عليك. جاي لا ضربت ساعتها. ايوه يا باشا ايوه. جاي بقى الواد جاي عليا جري. صح بقى. ما لحقتوش تاني. ما هي الدنيا حصلت بعد كده. فرح العمده بقى بعد كده. انا بقول لك كأنه اتطبق على عمرو في فرقته. ايوه ده حقيقي والكابتن عمرو ساعتها اتعور ومش عارف ايه وكان قصه كده. ما تفهمش. ما هو المشكله ان كانت المشكله كبرت. بالظبط كانت كبرت زي عن اللزوم. وبرده دي فرصه ان انت تكفر عن سيئاتك مع الكابتن عمرو. لا الكابتن عمرو حبيبي يا عم، ده احنا كنا شغالين في مزرعه الارانب سوا. الدنيا كانت رايقه معانا. الكابتن عمرو عواد كابتن كبير واخونا الكبير برضه كلهم مننا كل احترام. او الذكريات بنحكيها. واخوه احمد برضه محترم. كلهم ناس محترمه وعلى دماغنا من فوق. قول يا ستموني قول. بتوع مركز الشباب خدوك في مره تقف لهم جون في مشطهر عملت لهم كارثه. ده حقيقي. احكي لنا بقى على الكارثه دي. لان احرف واحد في سنهره وتوقفوه جون هناك في كاس المحافظ وماتش مهم، ولقيت بقى دي يقول لي اقف جون وده اقف جون. اقف جون ايه؟ انا عيل قد كريم كده قد كده. اقف جون ايه؟ خالد يا عوض ودوني الورشه. والجون ابص انا واقف كده بخيالي هقف جون وانت وافقت ليه؟ بقى الواد يشوط الكره تقلش من رجله وماشيه بالراحه، اجري وراها اوصادها وابص لها هتروح جايه داخله في الزاويه البعيده وداخله جوه. يعني مش قصادها. يا هم كانوا قايلين لك منين انت هتقف جول ولا قالوا لك تعالى تلعب؟ لا انا رايح العب. بتوع مركز الشباب خدوا الكابتن هيثم. راحوا مدبسيني في الجول. خدوا الكابتن هيثم بصفته بقى لعيب مهاري. اهو انت قلت اهو بقى. استنى بس حضرت الكره اللي تمشي قصادي وانا اجري قصادها الاقيها في الجول. اتكسف ابقى واقف ابص مكسوف اروح اجيبها من الجون واديها لهم، وياسر يقول لي هات الكوره. هات الكوره انا مكسوف اخش الشبكه اجيب الكوره. انا والله يا محمد بص اكيد انت مبصير الكوره فعلا، يعني مبصيها قصاد زي محمد جمال كده. الجون بقى هيروح مرمي يمسكها وضعيفه. انا كنت امشي اروح قصادها. والله اسمعوا انا بقول لك نفس القصه برضه ولا وليد. انا بص انا اقول لك هيثم في الوقت ده قلت هم هينادوا عليا دلوقتي واحد يقف ويوقف هو ويقول له خش. لقيت ما فيش والجون الاولاني دخل. شفت عادل امام صوت الواد اللي كان واقف جون اسمه ايه؟ لا هريدي. صوت الحديد ماسكها وما عجبتوش الماسكه راح داخل بقى في الجون. هيثم في الوقت ده كان حرفيا احرف لعيب في سنهره حرفيا. والله ده حقيقي هم واخديننا عشان كده. فبتوع مركز الشباب خدوه عشان يلعب معاهم في مشطهر. ما تفهمش مين الفقيق هناك ساعتها اللي اقترح ان الكابتن هيثم يقف جون. مش اكثر واحد فيهم. انت فاهم. انت فقالوا ايه؟ هيثم يقف جون خفيف بقى وبتاع فيقف جون. فطبعا هيثم وقف جون. هيثم لا والله العظيم. اسمع بس. اقصد عبد الله ماتش كنت مهاجم ومين اللي بيلعب عليا؟ واحد اسمه عبد النبي هتفتكروه انت، كان يجي 3 متر مش عارف من دندنه ولا منين. ماتش قصاد دندنه واد اسمه عبد النبي كان بيجي لعيب كره طويل قوي كان مدافع. عبد النبي بتاع دندنه. بقول لك انا قد بالظبط كنت لحد ركبه. وياسر عاملها لي الكره من نص الملعب كده يعملها لي فوق. عايز حتى مش ما فيش انت لحد ركبه وهو طويل بس طلع النبي ده انا هجيبها. اسمع صوت العيال بره الجماهير اما الكره تنط في الارض وهو عامل كده. هو واقف وعامل منطق الكره بدماغه وانا ما فيش. انا عايز بس
تنزل الارض، مجرد ما تنزل الارض همسخر الكلام ده في الارض. والله امال هو فوق عمال يعمل كده وهو برضك ما يعرفنيش وقال لك ده عيل جايبينه وقاعد يضحك عليا. وفعلا الكرة نطها بدماغه كده ويا دوب بيلف ويحطها لسه هتنزل تحت رجله لان اللي هو من خرقته هوب رحت واخد الكوره بيجري ورايا ولسه هيرزع برجلي يا محمد هوش للجون وهنفرد بالجون اشوط. لا ما الكرة دي عقل. عملت ان انا بنفرد وشوط ورحت جايب حاطط وش انا وش للجون اهو وهو جاي ورايا بقى يهرب ويفتح الكوره ورحت عاملها له كده بس ساعبها راح جش وهو راح مع الجون وش الجون. لقيت الجماهير بره كنا في شغل لقيتهم بص للجماهير بره ايه الواد ده ورحت عطها بالراحه بزاويه بعيده راحت داخله جون. لقيت بقى ايه دي ايه قبل الماتش يعني قبلها المفروض انتوا شفتوني بقى كده توقفني جون. خدوه بقى فزي ما قلت لكم واحد بيفهم اقترح ان هو ايه الكابتن هيثم هو اللي يقف جون. فهيثم وقف جون لقى العارضه الاولانيه عند جابر 40 والعارضه الثانيه عند جابر ياسين صالح. انت فاهم؟ فبقى هيثم قال لك خلاص مش مشكله ربنا يعدي اليوم ده على خير. فوقف جون فالكوره جايه له يعني ايه بالراحه خالص فهو شافها كده لها بعيد فعلا يا محمد والله بعيد قوي والله العظيم. فسابها وواقف له بيبص لها كده بيقول ايه ده طالعه بره اصل بعيد قوي لا داخله في الجون والعيال تدي عليه هو سايب الكوره برده هو مش مقتنع ان الكوره هتخش جول لحد ما لقى الكوره في الشبكه نادى على لغه الكوره هو مش عايز حد يجيب لهم الكوره بالشبكه. بس يا كابتن بوشكاش ناقصنا جون كمان. طب يا ستوب ايه يا كابتن بكر ايه مالك؟ ما حارس مرمى هي يعني جون ايه؟ ما تتكلمش في مواضيع دي خاصه المواضيع دي الله هي ناقصه يا كابتن بكر. لما رحنا الاعدادي بيتعمل نهائي هناك استاذ طارق بيعمل لهم نهائي ومحمود الله يمسيه بالخير ومش عارف ايه. لا مش كانش الاستاذ محمود الله مع مين؟ كان الاستاذ عباد المدير اسمه عباد ده عندنا احنا. المدير هناك كان مين في التجاره ما الاثنين كانوا بعض نجاح المهم احنا رايحين لسه مبتدئين لقينا مين هناك بقى في النهائي بيلعب كوره عصام نشأت اشرف رمضان الجماعه دول يعني ناس كبيره فاحنا لسه مبتدئين. هو انت ليه هيثم كل الناس اللي بتحكي عنهم طوال والله الضرب دي سبب اسري كبار في السن عشان احنا قدام برضه ماشي. المهم ايه احنا شويه تمام في المدرسه بنعمل بلاوي والاساتذه مش بتحبنا بالبلاوي. فلما لعبنا الاساتذه اللي هي ما بتحبناش وتضربنا اتفرجت علينا ايه العيال دي بنلعب اطوال والعيال ايه ونغلب ونفوز ونغلب. فلدرجه ان اتعمل نهائي الاستاذ طارق احمد يونس عايش لحد دلوقتي لو سالته على مدى التربيه والتعليم اللي هو درسها كده في لا مفيش انا ما عملش نهائي زي اللي عمله لنا. لا بصراحه وانا المدرسه كلها يقعدها تجاره واعدادي ويوقع في البنات مفيش طالب في الفار واولياء الامور تحضر ونلعب ماتش ملوش حل ويجيب لنا اطقم حلوه. كان لسه فرنسا واخده كاس العالم جابها لنا الكلام ده كان سنه 98 اللي الكابتن هيثم بيحكي فيه ده 98 وكان نهائي جميل وماتش حلو لدرجه ان احنا كانوا ما نروحش المدرسه بس ياخدونا في عربيه عمك عباس ربيع يجي ياخدنا العربيه بتاعته الميكروباص يودينا مشتور. فين المدرسه الاعداديه عمرها راحت مشتور كانت تلعب في مشتور استحاله. احنا اللي بدعنا اصلا النادي المدرسه تخرج بره تلعب بره وفعلا كنت صح ولا في الاعداد يعني احنا كنا بنروحش الا يوم ما يكون علينا ماتش. والله في النهايه يعني بصراحه انا مبسوط ان انا معاك يا كابتن هيثم وانت والكابتن وليد والكابتن محمد والحقيقه يمكن فعلا اللي ما شافكوش بتلعبوا كوره يعتبر فاتوا كتير. بس انا حابب اقول لكم حاجه ان انا اتشرفت بيكم وفي الايام المباركه اللي احنا فيها ايام شهر رمضان حابب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود علينا. وانا بصراحه نفسي بجد اشوفكم في الملعب بجد احنا موجودين مع بعض والله نفسي اشوفكم في الملعب زي زمان. هم بيلعبوا وما بيتصلوش عليا الكابتن ما بيتصلش عليه ما بيتصلوش عليا واقول لهم كذا مره انت اتصل على الكابتن وليد انت ليه ما انت بتتصل على الكابتن محمد ابن عبيده بقى ابن عبيده لما يكونوا دول بيلعبوا بره ابن عبيده يرن عليا الحقني عشان يلحقني والنبي عشان ما بيلعبوا كوره بره بيلعبوا مع الظباط وسايبيننا. طب ماشي يا احمد حاضر. كابتن وليد ربنا يديك الصحه ماشي وان شاء الله باذن الله ربنا يعود علينا الايام دي بخير وما تبقاش اخر مره. وبصراحه كانت من احلى الحلقات اللي انا صورتها والعزيزه جدا على قلبي. كل سنه وانتم طيبين واتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه ديت ونكون ضيوف خفاف عليكم. مع الف سلامه. مع السلامه.